فيما يخص المعارك البحرية قد تكون مضطرا لإحراق معداتك حتى لا يتمكن منها أعدائك. ولقينا من اللي معانا النهارده مغامرة حقيقية في عالم النقل البحري، فيا ترى هل البطل بتاعنا هيقدر يواجه المجهول وينفذ المهام الخطيرة اللي هتكون مطلوبة منه، ولا ده هيكون صعب عليه؟ ده اللي هنعرفه يا صديقي النهارده في الجزء الأول من انمي البحيرة السوداء، ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. بتبدأ الأحداث بأوكاجيما وهو بيكلمنا عن نفسه وبيعرفنا إنه اشتغل في شركات بحرية كتير جدا، ورغم الصعوبات اللي كان بيقابلها زي الإهانات من المدراء بتوعه، لكنه كان دايما بيصبر نفسه بإنه في يوم من الأيام هيوصل وهينسى كل ده. وبيعرفنا بعدها إنه نسي معظم الأيام الصعبة اللي قضاها، ودلوقتي في مهمة من نوع خاص قريبة من بحر الصين، وفجأة بيقطع حبل أفكاره بوكس قوي جدا في وشه جاي من واحد من المجرمين اللي هاجموا على مركب فجأة. والغريب ان المجرم ده ما كانش عاوز يسرق حاجة ضخمة، وكل اللي يهمه هو ديسك صغير موجود مع أوكاجيما. بس فجأة واحد من العصابة بيكلم المجرم والمساعدة بتاعته وبيقول لهم ان في دورية فلبينية بحرية بتقرب منهم. ورغم ان بطلنا فرح جدا بده وحس ان الكابوس ده هينتهي، لكن داتش اللي بنعرف انه المجرم اللي مثبته قرر ياخده رهينة. وفي نفس الوقت ده بنشوف اجتماع عاجل بسبب الديسك اللي اتسرق، وبنعرف ان الديسك ده عليه معلومات سرية وخطيرة جدا تخص صفقات مشبوهة لشركات نقل مشهورة جدا. وعلشان كده كل اللي كانوا في الاجتماع سألوا زميلهم أوكاجيما عن التصرف المناسب، وقتها أوكاجيما قال لهم ان كل اللي بيحصل ده علشان الديسك يوصل في النهاية للمافيا الروسية، لكن ده لحد دلوقتي لسه ما حصلش، ولازم هم يتحركوا بسرعة قبل ما ده يحصل وتبقى فضيحة عالمية للكل. بنرجع تاني يا صديقي للخاطفين، واللي بنعرف ان اساميهم داتشي وريفي، وبيكونوا محتارين يعملوا ايه في أوكاجيما. وبعد ما بيفكروا شوية حسوا ان المفاوضات مع اليابان هتبقى خسرانه، وعلشان كده ريفي فقدت اعصابها وفضلت تضرب نار من المسدسه بشكل عشوائي علشان تقتل اوكاجيما، لكن داتشي فضل يهديها واخد اوكاجيما فوق سطح القارب علشان يدخنوا ويتكلموا مع بعض شويه، وفضل يقول له صدقني احنا مش من مصلحتنا نأذيك والموضوع معاك مش شخصي، وكل الحكايه اننا عمال توصيل وعايزين الصفقه كلها تتم من غير مشاكل. وفي نفس الوقت ده رئيس مجلس اداره الشركه بتاعه اوكاجيما عرف ان عنده موظف مخطوف، وعلشان كده طلب من اوكاجيما انه يتصرف التصرف المناسب. بنرجع مره تانية علشان نشوف اوكاجيما بعد ما العصابه حاولوا يخلوه يهدى، وعلشان كده اخدوه وراحوا يسهروا مع بعض. وهناك ريفي قررت تتدخل ضد اوكاجيما تحدي في الشرب، ورغم ان اوكاجيما كان مش فايق لحاجه زي كده لكنه غلبها في التحدي. وفجاه داتشي جاله اتصال من العصابه وعرف ان في شركات تقيله جدا متورطه في الديسك اللي معاه. وفي الوقت اللي اوكاجيما كان محتار فيه ودماغه حرفيا مليانه بالاسئله وحيره ما بين ندم على انه رضي بشغلانته الخطيره دي وبين خوف من المجهول اللي مستنيه، اتفاجئ بقنابل يدويه محذوفه عليهم. ورغم انه كان بيتمنى ان القنابل دي تكون من الجيش الياباني اللي جاي ينقذه، لكنه اكتشف انهم مجموعه من الضباط اللي ما كانوش شاغلين بالهم بغير تصفيه العصابه وانهم ياخدوا الديسك. وعلشان كده القائد بتاعهم اللي بنعرف ان اسمه النقيب بام امر رجالته يفتحوا النار ويقتلوا اي حد عايش. ووقتها طبعا اوكاجيما اتاكد ان دي النهايه خلاص، لكنه اتفاجئ من شجاعه داتشي وريفي وزميلهم التالت بيني، واللي رغم كل تعرضهم قدروا يقاوموا كتيبه كامله وخرجوا من المكان من غير اي خسائر. بس بعد ما العصابه خرجت من المكان قرروا يعملوا مفاوضات مع الشركه بتاعه اوكاجيما، وده علشان ياخدوا اعلى مقابل قصاد انهم يخلصوا منه، وده لانهم بقوا متاكدين ان كل لحظه اوكاجيما بيقضيها معاهم هتكون سبب في هجوم جديد عليهم. وفعلا بيني قدر يعمل اتصال مع الشركات، وساعتها اوكاجيما اتكلم معاهم بوضوح وعرفهم خطوره الديسك اللي معاهم، وفهموا ان الديسك ده كان عليه مخططات نوويه اليابان قررت تساعد بيها الدول اللي الحروب قضت عليها. وبعدها قالوا انا عاوزك تركز في كل كلمه هقولها لك دلوقتي، كمان شويه هتلاقي كتيبه من القوات الخاصه اليابانيه هيوصلوا عندك بطيارات، عاوزك تختفي في بحر الصين وكأنك ميت واحنا هنتعامل في الباقي. وبعد اللي حصل ده اوكاجيما ما كانش مصدق نفسه وكان عمال يلوم المسؤولين اللي خلوه يشيل الديسك بالخطوره دي، لكن ما كانش في وقت طويل للتفكير لان القوات الخاصه اليابانيه وصلت المكان بالفعل. وبننتقل بالاحداث مقر الشركه اللي اوكاجيما شغال فيها، وهناك بنشوف قد ايه اوكاجيما قلقان جدا من الوضع الحالي وعمال يفكر في مصيره. وفي نفس الوقت ده كان في معركه خطيره وشرسه جدا دايره بين القوات الخاصه اليابانيه والعصابه، ورغم ان العصابه ادت له سلاح لكن اوكاجيما كان واخد على نفسه عهد انه مش هيقدر طلقه على جيش بلده، وعلشان كده حدف السلاح في الميه. ورغم ان القوات الخاصه اليابانيه كانت بتطارد العصابه بعنف، بس فجاه حصلت حاجه غريبه، وده لما القوات الخاصه تراجعوا بشكل مش مفهوم. وعلشان كده داتشي فضل يسال بيني عن سبب منطقي لده لحد ما بيني شاف الخريطه واكد له ان القوات الخاصه تراجعت لانهم داخلين على قناه مائيه مليانه بالصخور. وفعلا ورغم ان العصابه حاولوا يعدلوا اتجاه القلب بتاعهم، بس ده تقريبا كان مستحيل بسبب سرعتهم العاليه.
وعلشان كده كل القوات الخاصة اليابانية كانت عاوزة تحقق فعلا، والعصابة ما بقاش قدامهم حل غير الرجوع. في الوقت اللي القوات الخاصة كانوا نزلوا بالطيارة بتاعتهم على الأرض وبقوا مستعدين لتدمير قارب العصابة. ورغم ان اوكاجيما كان رافض تماما يعتدي على جيش اليابان، لكنه بعد ما فكر شوية حس ان العصابة تعاملوا معاه باحترام اكتر من اللي بلده اتعاملت معاه بيه، وعلشان كده قرر انه يساعد العصابة في وضع خطة تخلصوا من الأزمة اللي هم فيها، وخصوصا لان العصابه في الوقت ده كانوا متاكدين ان امرهم انتهى خلاص، وده بحسبه بسيطه لان اقل حته سلاح موجوده معاهم على الارض هي توربيد مضاد القوارب او الدبابات. في الوقت اللي طيارات القوات الخاصه مليانه بانواع مختلفه من الصواريخ قادره تنسفهم في ثواني، لكن اوكاجيما قال لهم انا واثق من اننا هننتصر في المعركه دي لان القوات الخاصه اليابانيه اتعاملت معانا بغرور بعد ما هبطوا بالطياره على الارض وكانهم عاوزين يدمرونا بشكل فيه استهزاء، ده غير انهم ما عملوش حساب ليا ولوجودي معاكم وكأن حياتي ما تسويش عندهم اي حاجه وكل المهم هو الديسك. وعلشان كده اتكلم مع داتشي وقال له انا واثق من اننا هنهزمهم، وطبعا داتشي فضل يتريق عليه وقال له شكل صوت الطلقات الكتير اللي انت سمعته خلى مخك يفوت، مستحيل نقدر ننتصر في معركه زي دي لانها مش متكافئه اصلا. لكن اوكاجيما طلب منه يهدى وقال له انا لاحظت ان في جسم مركب غرقانه موجود واحنا في طريقنا لهنا، دلوقتي هنتجه باقصى سرعتنا ناحيه الطياره بتاعه القوات الخاصه، ووقتها يضطروا يطلعوا في الجو مره ثانيه، ومجرد ما نقرب من المركب الغرقانه هنستخدمها علشان ترفع جسم القارب شويه، وساعتها نبقى كاننا معانا طياره زيهم. ورغم ان الفكره كانت صعبه جدا لكن داتشي اقتنع بيها، وفعلا بدأوا يتحركوا بالقارب بأقصى سرعة لحد ما قربوا من جسم مركب الغرقانة، وساعتها اوكاجيما ضرب طلقة ضوئية شتتت القوات الخاصة اللي اتفاجئوا لما لقوا القارب بتاع العصابة طاير في الجو. وفي اللحظة دي داتشي ضرب التوربيد اللي دمر الطيارة وسط ذهول الكل، وبعد اللي حصل ده العصابة قدرت توصل لاتفاق مع الشركات بحيث الكل يطلع من الموضوع كسبان. واول حاجه اوكاجيما عملها هو انه اتكلم مع مديره وقال له انه مستقيل وانه ما يتشرفش يكمل شغل في مكان ما كانش مهتم بحياته، وعرفه كمان ان اسمه بقى روك. وبعد ما ساب المدير بنشوف روك بعد ما بقى شخص جديد مقرر ينضم للعصابه اللي كانوا شايفين فيه اضافه كبيره جدا ليهم، خصوصا مع المعلومات الكتيره اللي يعرفها عن شركات النقل البحري. وفعلا روك لقى نفسه تحول من مجرد موظف في شركه نقل بحري لقرصان في البحار الجنوبيه، وبدا اول مهمه ليه، وعلشان كده مسك الميكروفون وبدا يحذر المركب اللي هجموا عليها. لكن القبطان بعت لهم اشاره وقال لهم انهم لما بعدوش عن طريقه بالقارب الصغير بتاعهم ده هيدوس عليهم. وساعتها ريفي قررت انها تتصرف بنفسها وضربت صاروخ على مركب وقالت لهم صواريخنا اسرع بكتير من مركبكم او حتى من نداءات الاستغاثه اللي تبعتوها للقوات البحريه. ورغم ان اوكاجيما كان راضي بالاتفاق اللي وصلوا له مع العصابه، لكنه كان حاسس ان انضمام روك للعصابه هيبقى خطير جدا عليهم في المستقبل. وعلشان كده بعد ما رجع بيته ذهنه كان شارد ودماغه كانت مليانه بالمخاوف. حياه روك مع العصابه كانت غريبه عليه جدا، لكن في نفس الوقت كان كل ما ضميره كان بيأنبه بيفكر نفسه بكل المتاعب اللي قابلها وهو شغال مع شركته القديمه. وبعد ما وصلوا لمدينه طوكيو قرروا ياخدوا راحه قبل ما يكملوا في الهجوم على مراكب. وفي يوم روكا راح هرب سوم من مكانهم واشترى فاكهه من نوع غريب جدا بس الاغرب هو طعمها. وقبل ما روك يدخل السكن اللي قاعد فيه مع العصابه اتفاجئ بداتش اللي كان خارج ومستعجل. بس لما روك دخل السجن واتكلم مع ريفي وسال عن اللي داتش خارج علشانه، وقتها ريفي طلبت منه ما يكونش فضولي وقالت له انه اللي بيعملوه في وقت فراغهم هم احرار فيه. وفي نفس الوقت ده داتش كان بيعمل مكالمه سريه، وبعد ما حد على الطرف الثاني من المكالمه رد عليه داتش قاله على رقم دولي معين وطلب منه يحول له 120,000 دولار باسم شركه تجاريه. بس فجاه ركنت عربيه قدام كابينه التليفون، وساعتها داتش كان مضطر يقفل ويروح يتكلم مع الراجل اللي في العربيه. وكان واضح جدا من كلامهم انهم يعرفوا بعض من وقت طويل. بنعرف ان الراجل ده اسمه تشين، وزي ما بنعرف برضه يا صديقي انه واحد من اكبر التجار اللي بيهربوا بضايع عن طريق شركات النقل البحري. ومن خلال كلامه مع داتش بنعرف انه كان في شغل كتير بينهم لحد ما تشين خلف وعده معاهم في مره، ومن ساعتها والشغل بينهم واقف تماما. ورغم ان تشين حاول يجر ناعم مع داتش علشان يرجعوا الشغل زي الاول، لكن داتش قال له انه مكتفي جدا بالشغل مع ناس بيحترموا كلمتهم. وبعد ما داتش رجع القارب بتاعه اتقابل هناك مع بيني وريفي، ولما سالهم عن روك عرفوا انه بياخد شاور وهيكون معاهم خلال دقايق. وفعلا بعد شويه ظهر روك وعرف ان في مهمه جديده كانت عباره عن نقل طرد من الجيش في ميامي، وعلشان كده كلهم اتحركوا باقصى سرعتهم وقرروا ينجزوا المهمه باسرع ما يمكنهم. لكن وبعد ما نزلوا الميه واتحركوا بالقارب بتاعهم شفنا تشين وهو بيعمل مكالمه وبيقول الطرف الثاني من المكالمه خلص بنسبه 100% وقعوا في الفخ واعتبرهم بتوعنا. وقبل ما يقفل المكالمه ضحك ضحكه كلها سخريه وفضل يقول ان ده المصير اللي ما سمعش كلامه. اما عن روك وباقي العصابه فكانوا متحركين بالقارب بتاعهم
وما يعرفوش المحيط مخبي لهم ايه. وفي الطريق روك وريفي قرروا يسلوا وقتهم، وعلشان كده ريفي سالته عن شغله قبل ما ينضم لهم، وساعتها روك عرفها انه كان بيشتغل في قسم المبيعات جوه الشركه، ده غير انهم ساعات كانوا بيشغلوا في حاجات تانية. وبعدها روك حس انه عاوز يسال ريفي عن حياتها قبل ما تنضم للعصابه، ورغم انه حس بان ريفي ممكن تحرجه لكن ده ما حصلش. وريفي بدات تحكي له عن الايام اللي هي مش بتحب تفتكرها قبل ما تنضم للعصابه، وده لان الحياه اجبرتها تمشي شمال دايما، وعلشان كده كانت مضطره تسرق واحيانا تقتل. وفجاه صوت بيني من غرفه المراقبه قطع الهدوء ده علشان يعرفوا ان في 3 قوارب مقاتله جايه ناحيتهم باقصى سرعتها. والغريب في الموضوع انها غالبا مش قوارب تخص جيش اي دوله، وعلشان كده داتش اتاكد انهم اكيد مجموعه من قراصنه عصابه تانية عاوزين يعملوا عليهم حفله. الموضوع كان صعب جدا، وده لان القوارب كانت كتير جدا، ده غير ان تسليحهم اعلى من تسليح عصابه داتش اللي ما كانوش عاملين حسابهم ان الموضوع ممكن يوصل لمعركه بالحجم ده كله. ورغم ان الجو كرب وروك نفسه كان خايف جدا، لكنه طلع لبرج المراقبه اللي على القارب علشان يتفاجئ بمنظر مخيف خلاه يحس بصعوبه حياه القراصنه. لكن فجاه ريف اتكلمت مع داتش وقالت له كفايه هزار وخلينا اقرب شويه من القوارب ده علشان اقوم معاهم بالواجب. وقتها روك كان هيتجنن لان القرب من قوارب التسليح ده معناه الانتحار، لكن ريف ما كانش عندها كلمه خوف في قاموسها، وعلشان داتش عارف امكانيات العصابه بتاعته قرب فعلا بريفي من القوارب اللي بتهاجمهم. ووقتها قدر يضرب عصفورين بحجر لان قوارب القراصنه اتوترت جدا وبداوا يضربوا صواريخ على بعض، وفي نفس الوقت ريف قدرت تهجم على القوارب دي وتصفي عدد كبير جدا من الرجاله اللي عليها. بنعرف ان عصابه داتش واخدين غطاء وكانهم شركه نقل بحري اسمها بلاك لاجون، وعلشان كده بعد ما الطرده اللي حصلت رئيس شركه بلاك لاجون اللي تعتبر هي المدير التنفيذي للعصابه عرفت مكانه شين، وبعد ما اتاكدت ان هو اللي ورا الهجوم اللي حصل على رجالتها قررت تعاقبه العقاب اللي ليك بيه. وعلشان كده اتصلت بداتش وقالت له انا عرفت كل اللي حصل وبكلمك دلوقتي عشان ابلغك ان تشين حياته انتهت. وفعلا داست على زرار التفجير وفجرت تشين اللي كانت رابطه بكميه كبيره جدا من المتفجرات. بنرجع بالاحداث لسنه 1945 علشان نشوف غواصه حربيه تبع للجيش الالماني، وبنعرف ان القائد بتاعها امر بانهم يهجموا على اي سفينه تقابلهم، لكن الضابط المسؤول عن الضرب اتكلم مع القائد وقال له ان دي معارك جانبيه ملهاش اي لازمه ونتائجها مش محسوبه ومفيش اي داعي يخليهم يخوضوا تحدي زي ده. وساعتها قائد المركب استغرب جدا وقال له انه في جيش والاوامر لازم تتنفذ. وفي الوقت الحالي روك كان عايش حياته بشكل طبيعي مع العصابه، ولاحظ ان داتش بقى مهتم اكتر بتسليحهم خصوصا بعد اللي حصل في اخر مهمه. وبنرجع مرة تانية صديقي لسنة 1945 علشان نشوف مواجهة حصلت فجأة بين الغواصة الحربية الألمانية ومركب أمريكية اعتقدوا إن الألمان هيهاجموهم، وبنلاحظ ان الضابط الامريكان كانوا في منتهى الكفاءه، وعلشان كده بعد ما لقطوا الغواصه الالمانيه على الرادار ضربوها ودمروا المحرك بتاعها. وبعد اللي حصل ده الاسير الياباني اللي كان على الغواصه الالمانيه انتحر. وبنشوف بعد كده قائد الغواصه وهو بيتكلم مع الطاقم بيقول لهم من دلوقتي انا بعفيكم من كل المهام العسكريه بتاعتكم، وكل واحد منكم بيعتبر مواطن مدني مسؤول عن نفسه، واي حد هيسيب الغواصه وينزل الميه دلوقتي مش هيتعرض لاي عقاب، بس لو حد منكم اختار يفضل موجود جوه الغواصه بعد الاعطال اللي فيها فده هيبقى على مسؤوليته الشخصيه. وفعلا العطل اللي في الغواصه ما كانش بسيط، وجزء كبير جدا من المحرك بقى عطلان تماما، ودي حاجه تخلي الغواصه تغرق في مكانها لانها مستحيل تتحرك. لكن الغريب ان القبطان رغم كل ده كان ماسك لوحه ومتمسك بيها بشكل غريب، وعمال يقول للظابط حتى لو احنا متنا هنا لازم حد يلاقي اللوحه دي ويوديها للمكان المناسب. وطبعا ده كلام كان غريب جدا على الظابط، وعلشان كده سال القبطان عن اسم اللوحه واهميتها، وساعتها القبطان قالوا ان اسمها اللوحه 12 فارس، وبالنسبه لاهميتها فده في ملف سري مش هقدر اتكلم عنه. بنرجع من تاني للوقت الحالي وبنشوف ركباء افراد العصابه وهم ماشيين بالقارب بتاعهم في منطقه بنعرف انها قريبه من مكان المعركه البحريه القديمه، وبعد شويه داتش بلغهم انهم يغطسوا. وفي الوقت اللي روك ما كانش عارف فيه سبب لده داتش اتكلم معاهم وقال لهم احنا هنا علشان مهمه هناخد فيها 50,000 دولار، وبعدها بدا يوريهم على اللابتوب كل تفاصيل المهمه، وقال لهم من اكتر من 50 سنه حصلت هنا في نفس المنطقه دي معركه بحريه بين غواصه المانيه ومركبه امريكيه، وكل المعلومات اللي عندنا هي ان الغواصه الالمانيه كان معاهم اسير حرب ياباني عاوزين يرجعوا بيه المانيا، وعلشان كده كانوا مضطرين يلفوا لفه كبيره جدا جوه المحيط الاطلنطي. وبعد ما قربوا من المانيا كل حاجه كانت تمام اتفاجئوا بهجوم شرس جدا على الغواصه بتاعتهم، ورغم ان كل ده بيبان عادي وانها مجرد معركه بحريه، بس الغريب يا صديقي هو ان قائد الغواصه الالمانيه وكل الطاقم بتاعه اللي عددهم كان 44 اختفوا ومحدش لقى جثثهم. والاخطر من كده بقى هو ان كان في ضابط مخابرات دوله مجهوله ركب الغواصه قبلها بيوم ومعاه ملف سري خطير جدا، والغريب ان المعلومات كانت كلها متشاله بطريقه احترافيه في لوحه اسمها اللوحه ال 12 فارس،
ورغم ان الموضوع عدى عليه سنين كتير جدا وكل الدول نسيته، لكن من سنه بالظبط كانت في شركه اتصالات فرنسيه بتمد كابلات تحت الميه، واتفاجئوا لما لقوا جسم الغواصه، ودي كانت اول مره الغواصه تظهر من يوم ما غرقت. ومن ساعه ما ده حصل رجعت الدول تتنازع تاني على احقيتها في اخذ الغواصه، وخصوصا انهم كانوا متاكدين ان السنين الغواصه اختفتها هتخلي قيمه المعلومات اللي في اللوحه اعلى بكتير جدا. وبعدها داتش بيكمل كلامه مع ريفي وروك، وبيعرفوا ان مهمتهم ببساطه انهم يغطسوا ويدخلوا من فتحات الصواريخ بتاعه الغواصه ويحاولوا في اقل وقت ممكن يوصلوا للوحه. وقبل ما روك يغطس ريف اتكلمت معاه وهي متنرفزه وقالت له انا تحت المايه مش عاوز استهتار، لانك لو مت هقابل صعوبات كتير جدا في انها اطلعك. وبعد ما غطسوا بين فعل وضع المتتبع الالي وبقى عارف موقعهم، بس فجاه من غير مقدمات ظهرت مركب مش رافعه اي علم، وبداوا يبعتوا لدادش وبيني اشارات. وساعتها دادش طلب من بيني يرفع علم القوات البحريه التايلانديه، وبدا يرد على اشارات المركب المجهوله وعرفهم انه في مهمه سريه تبع البحريه التايلانديه. لكن قائد المركب المجهوله ما اقتنعش بالكلام ده، علشان نتفاجئ بحاجه خطيره جدا، وهي ان المركب دي مركب سريه تبع للجيش الالماني. وعلشان كده تاكدوا ان القارب بتاع دادش بيدور على اللوحه، وباشاره واحده من قائد مركب الجنود نصبوا الصواريخ وبداوا قصف عنيف جدا على القارب بتاع دادش وبيني اللي صدمتهم كانت كبيره جدا، واضطروا يتحركوا بالقارب باقصى سرعتهم. اما روك وريفي ففضلوا عايمين لحد ما وصلوا الغواصه، وهناك المجهول كان في انتظارهم. وبكده بتنتهي احداث الجزء الاول من مسلسلنا، وبنكون فعلا على نار علشان نعرف مصير روك وريفي تحت الميه، وكمان مصير دادش وبيني في معركتهم ضد البحريه الالمانيه. استنونا قريب جدا في الجزء الثاني. دمتم سالمين، سلام. ولو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوش تعملوا بلايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم مننا كل جديد. دمتم سالمين، سلام.